ليه الحكومة السورية ما بتفكرش في عودة السوريين اللي في مصر اللي هم عددهم بالملايين، على الرغم من ان المسؤولين هناك حتى ما شكروش مصر على استضافتها للاجئين السوريين بهذا العدد، بل وجدنا هجوم من كل يعني من ناس، عدد كبير من السوريين اللي هم موجودين في سوريا، وبرضه في منهم من الناس اللي هم قاعدين في مصر. المصدر الحكومي السوري بيقول من المتوقع عودة مئات الآلاف من اللاجئين من لبنان والأردن وتركيا إلى سوريا اعتبارا من يونيو الحالي. يعني هو المفروض ان هم يعني سايبين الامور كده في مصر على اي اساس يعني. المفروض ان يكون في يعني نوع من الاحساس لدى المسؤولين السوريين ولدى السوريين ايضا، لان هم مصر مديهم اعفاء 3 شهور ان هم من الغرامات اللي عليهم من 2000 من 14 سنة. عليهم غرامات اقامات ما دفعوهاش، ومديهم يعني مهلة 3 شهور ان هم يغادروا بدون غرامات. ولكن ايه، يعني ان هم يعني المفروض بقى ان هم لو اللي هيغادر وهيرجع تاني المفروض يدفع الغرامات دي، بقى يكون ده الملزم ان هو يدفع الغرامات ديت، لان دي اموال الشعب المصري، وديت غرامات المفروض ان هي يعني مال عام، مش هو مال خاص يعني عشان نتساهل فيه. ويا ريت كل واحد يرجع بلده يعني احسن.